بيبدأ الفيلم في حلبة ملاكمة شوارع على فلوس، وبنشوف ملاكم اسمه فورد بيقاتل خصم ليه، وفورد بينتصر عليه بكل سهولة، وبيكون ده سادس انتصار على التوالي لفورد، وكان باين عليه انه مقاتل قوي. والحكم بيسأل الحضور وبيقول مين المقاتل السابع اللي عاوز يتحدى فورد، وبيتقدم من وسط الحضور ملاكم اسمه دالتون وعاوز يتحدى فورد، وبيخش الحلبة وبيقلع هدومه وبيبدأ يجهز. لكن فورد لما بيشوف دالتون بيخاف منه ومش بيرضى يقاتله لانه بيبقى عارفه كويس، وبيعلن انسحابه عن المباراة من قبل ما يلعب حتى. وبعد انسحاب فورد دالتون بياخد رهان الماتش، ودالتون كان ماشي من المكان بس بيطلع عليه مجرم وبيقول له انا خسرت رهاني على مباراة بسببك، وبيطعن دالتون في بطنه بالسكينة. والغريب ان دالتون بيبقى هادي ومش بيعمل اي حاجة للمجرم وسابه يطعنه، والمجرم بيتفاجئ من ردة فعله وبيطلع يجري، وبيتحرك دالتون لعربيته والسكينة في بطنه، وبيروح يطلع شاش وبلاستر من عربيته علشان يعالج الجرح، وبيديله واحدة اسمها فرانكي. وفرانكي كانت في الحلبة وشافت فورد لما خاف من دالتون وهرب، وكانت معجبة بدالتون وبتقول له انت كسبت من غير ما تلعب، وخصمك خاف منك علشان عارف تاريخك. وفرانكي بتاخد بالها من السكينة اللي في بطنه وبتسأله انت عاوز المساعدة، فهو بيخليها تمسك الشاش وبيعالج الجرح اللي عنده. وفرانكي بتعرفه انها فاتحة حانة قريبة من هنا في مدينة جلاسكي، وبتقول له انا دايما بيجيلي زباين مش كويسين وبيعملوا لي مشاكل وبيكسروا في المكان، والشرطة مش بتقدم المساعدة، والحراس اللي كانوا عندي خافوا من الزباين دول وهربوا، وانا جيت للحلبة الليلة دي علشان كنت عاوزة فورد يجي يحرس لي الحانة، بس بعد ما شفته وهو بيهرب وخايف منك قررت انك هتكون انت الحارس الشخصي للحانة، وهدفع لك فلوس كويسة واكتر من اللي انت بتاخدها في ماتشات الملاكمة، وانت شكلك محتاج فلوس علشان عربيتك تعبانة وقديمة، وهوفر لك مكان تنام فيه. بس دالتون بيرفض العرض بتاعها وبيقول لها انا مرتاح كده، وانا من رأيي تدي العرض ده لفورد. بس فرانكي كانت عايزة دالتون وبتكتب له رقمها في ورقة وبتديهوله وبتقول له فكر وكلمني. ودالتون بينام في عربيته لانه ما عندوش بيت ينام فيه، وبتجيله الشرطية وبتقول له ممنوع الوقفة هنا وبتطلب منه يتحرك. وبيفضل دالتون سايق بالليل وما عندوش مكان يروحه، وكان بيسمع ماتشات الملاكمة على الراديو، وبسبب حياة دالتون البائسة كان بيفكر في الانتحار، وبيقف بعربيته على شريط القطر، والقطر كان بيقرب وعلى وشك يدوسه، بس دالتون بيرجع في كلامه في اخر لحظة وبيتحرك، بس القطر كان حبط عربيته من ورا ودمرها. وبعد اللي حصل ده دالتون بيقرر يروح يشتغل في الحانة بتاعت فرانكي، وبيركب اتوبيس وبيروح على مدينة جلاسكي اللي فيها الحانة، وبيقف يدور على الحانة بتاعت فرانكي لانه ما كانش عارف اسمها، وبيقابل بنت صغيرة اسمها تشارلي شغالة في محل كتب. ولما تشارلي بتلاقي دالتون غريب عن المنطقة بتيجي تتعرف عليه وبتديله كتاب كهدية، ودالتون بيسألها عن مكان الحانة اللي موجودة هنا في المنطقة. وبيخرج من المحل ابو تشارلي اللي اسمه ستيفن وبيسلم على دالتون، وبيعرف دالتون بمكان الحانة بتاعت فرانكي، ودالتون بيشكرهم وبيمشي، وبيوصل الحانة وفرانكي بتتبسط لما بتشوفه. ودالتون بيتعرف على لورا وبيلي اللي شغالين في المكان، ودالتون لما بيشوف الحانة بيلاقيها مكان هادي جدا وجميل، وبيستغرب ان في مشاكل وخناقات بتحصل هنا، بس مش بيعدي وقت طويل وبتبدأ الخناقات والمشاكل ما بين الزبائن السكرانين. بس العامل اللي بينزل الطلبات اللي اسمه بيلي بيتدخل وبيطرد الزبائن دول من المكان، ودالتون كان شايف الخناقات دي وكان شايفها خناقات بسيطة، لكن بعد شوية بيوصل مجموعة من سواقين الموتوسيكلات، والقائد بتاعهم اللي اسمه ديل بيخش يعمل فوضى في المكان وبيقعد يقلب الترابيزات ومش همه حد. وفرانكي بتبص لدالتون ومستنياه يتصرف، وديل بيبقى بيغلس على واحدة في الحانة، وبيلي بيتدخل وبيحاول ينقذ البنت، فديل وعصابته بيلتفوا حوالين بيلي وبيقولوا له انت هتتضرب حالا. وهنا دالتون بيقرر يتدخل وبيقول لبيلي امشي وروح شوف الزباين عاوزين ايه، فديل بيقول لدالتون وانت مين انت تحب تتضرب مكانه؟ فدالتون قال له اتضرب، طب ما تيجوا نتكلم بره زي الرجاله ومش لازم نكسر في المكان. فديل بيرفض وبيقول له لا انا هكسر في المكان، وبيمسك عصيان البلياردو وبيكسرها. فدالتون بيسالهم هي الموتوسيكلات اللي بره دي بتاعتكم؟ رد عليه واحد من العصابه اسمه مو وقال له اه. فدالتون خرج من الحانه ورايح ناحيه الموتوسيكلات بتاعتهم، بس ديل ورجالته بيجوا وراه وبيوقفوه، ودالتون بيقول لهم ما تقلقوش انا مش هكسر موتوسيكلاتكم، انا كل اللي كنت عاوزه اني اخرجكم من الحانه بهدوء. فديل قال له احنا هنمشي من الحانه بعد ما نقتلك، وكل الناس بتخرج من الحانه علشان تشوف اللي هيحصل. ودالتون بيقول لديل ملهاش لازمه تتضرب قدام عصابتك، فديل بيضحك وبيستهزأ بيه، ودالتون فجأة راح ضارب ديل ونازل ضرب في عصابته وبيسدد لكمات قويه ليهم كلهم وبيجيبهم ارض، وبيكسر دراع واحد والتاني بيعمل له حلقه في المفصل، وديل كل شويه بيقوم وبيحاول يضربه لكنه هو اللي بيتضرب، ودالتون بيتغلب عليهم كلهم من غير ما يبذل مجهود، وكلهم بيكونوا واقعين على الارض حواليه. وبسبب اصاباتهم الخطيره دالتون بياخد عربيه فرانكي وبيوصلهم لاقرب مستشفى، وفي ممرضه اسمها إيلي بتشوف عصابه ديل وهم مصابين وبتفهم ان دالتون هو اللي ضربهم، فبتخرج وراه وبتلحقه قبل ما كان ماشي، وبتقول له انا مش عارفه اشكرك عشان جبت مرضى للمستشفى ولا ابلغ
عنك الشرطة بعد اللي عملته فيهم. فدالتون بيقول لها الشرطة في المدينة دي مش بتهتم بالناس الغبية اللي زي دول، وإيلي بتاخد بالها إن دالتون بينزف من بطنه وبتطلب منه يخش المستشفى علشان تعالج له الجرح، ودالتون بيوافق وبيخش المستشفى. وإيلي بعد ما بتشوف الجرح بتقول له الجرح مش خطير بس لازم يتخيط، بس دالتون بيرفض إن الجرح يتخيط وبيقول لها الجرح ده غلطتي وأنا عاوز أحس بألمه علشان بعد كده آخد بالي. وإيلي بتوافق وبتحط له بلاستر على الجرح وبتديله مضاد حيوي، ودالتون بيشكرها وكان ماشي. وبنشوف 3 أشخاص من عصابة ديل بيراقبوا دالتون، ودالتون بيرجع للحانة وفرانكي بتشكره على اللي عمله وبتديله مرتب أسبوع مقدم، وبتعرفها إنها عندها مرسى قريب من هنا على الشاطئ، وبتعرض عليه ياخد قارب من القوارب اللي هناك وينام فيه، بس بتقول له خلي بالك في تمساح خطير عايش هناك. ودالتون بيروح للقارب ده، ودالتون بيبقى مبسوط وبيحلم وهو نايم إنه في حلبة ملاكمة وبيقاتل على بطولة العالم. بس لورا اللي شغالة في الحالة بتيجي وبتصحيه من حلمه وبتقول له انا جبت لك فطار، وبتشكره على اللي عمله امبارح في العصابة، وبتقول له انا كنت على وشك اسيب الحالة بسبب العصابة دي، بس بعد اللي انت عملته شكلي هرجع في كلامي وشكل الاحوال هتتحسن على ايدك. ودالتون بيبتسم وبيشكرها على الاكل، ودالتون بيخرج بعدها وكان رايح لتشارلي اللي اديته الكتاب. ودالتون بيستغرب لما بيشوف كل الناس في المنطقة بقت عارفاه وبتسلم عليه، وهم في الحقيقة بيسلموا عليه بسبب اللي عمله امبارح بالليل في العصابة. ودالتون بيخش على تشارلي المحل وبيسلم عليها وبيطلب منها يستخدم الكمبيوتر اللي عندها، وتشارلي بتوافق. ودالتون بيروح يقعد على الكمبيوتر، وتشارلي بتشوف واحد صاحب محل بيتخانق في حرامية سرقوا حاجة، فتشارلي بتمسك عصاية البيسبول وبتخرج للاتنين الحرامية وبتقول لهم امشوا من هنا حالا. ودالتون بيسمعها وهي بتزعل الحرامية فبيخرج من المحل، والحرامية أول ما شافوا دالتون خافوا ومشيوا. ودالتون بيستغرب من شجاعة تشارلي وبيسألها فين والدك، فهي بتقول له أبويا بيشتغل شغلانة تانية لأن بيع الكتب مش بيكسب فلوس، وبتعرفه إن مامتها توفت السنة اللي فاتت. وبعدها دالتون بيرجع للحانة، وساعتها كانوا عمال النظافة بينضفوا المكان، وحتى عمال النظافة بقوا عارفين دالتون وبيسلموا عليه. ودالتون بيستغرب وبيسأل فرانكي هو ازاي كل الناس عارفة اسمي، فهي بتقول له معلش النميمة عالية قوي عندنا في المنطقة وكل الناس عرفت انك ضربت ديل ورجالته لوحدك. وبعدها بنروح لرجالة ديل، وساعتها هما كانوا رايحين يتجمعوا في اليخت بتاع الزعيم بتاعهم اللي اسمه برانت، وبرانت بيبقى عارف انهم اتضربوا كلهم من دالتون، وبيعرف منهم ان ديل لسه في المستشفى علشان حصل له ارتجاج في المخ. وبرانت بيبقى متضايق لانه كان عاوز الحانه بتاعت فرانكي تبقى متدمره ومش عاوز زباين يخشوها. وبرانت بيقول لهم ازاي حته عيل واحد يضربكم كلكم. ومو بيقول له هو كان شخص غريب جدا يبان عليه شخص مسالم وهادي بس ضرباته قويه. وبرانت بيتعصب منهم وبيأمرهم يمشوا من عنده حالا. وبنرجع للحانه وفي خناقه تاني بتدور ما بين اتنين، ودالتون بيقول لبيلي خلي بالك لما تتدخل علشان اللي لابس احمر مخبي سكينه في لبسه، واول لما يطلع السكينه يرجع لورا ويضربه بسرعه في وشه. وبيلي كان مقلق شويه وبيخش يفض الخناقه، واللي لابس احمر فعلا بيطلع سكينه وبيلي بينفذ اللي دالتون قاله له، وبيتفاجئ من نفسه انه قدر يوقعه. وقبل ما كان هيقوم عليه دالتون بيتدخل وبيمسكه وبيضربه وبياخد منه السكينه وبيقول له ممنوع الحاجات دي تخش المكان. وبيلي اتحسن وبقى قادر يتعامل مع الزباين اللي بتعمل مشاكل، وده بفضل توجيهات دالتون. وبيروح دالتون لواحد شغال جنب الحانه اسمه ريف، ودالتون بيعرف ان ريف كان ملاكم سابق من الاثار اللي في ايده، ودالتون بيطلب منه يجي يساعد بيلي في طرد الزباين اللي بتعمل مشاكل. وريف بيوافق وبيساعد بيلي فعلا، وهم الاتنين بيقدروا يطردوا الناس اللي بتعمل مشاكل بكل سهوله. وبفضل دالتون وريف وبيلي الحانه اتحسنت وما بقاش بيحصل فيها مشاكل كتير. وفي يوم دالتون بيشوف ديل وعصابته واقفين بالموتوسيكلات وبيمشوا بعدها وشكلهم ناويين شر لدالتون. ودالتون بعدها بيحلم تاني انه في مباراه ملاكمه كبيره، وبعد ما بيصحى بيروح يفطر في مكان، وللصدفه الممرضه اللي بتكون موجوده وبتشوفه وبتسلم عليه. ودالتون بيسالها عن طبيعه الناس اللي هنا في المدينه، وبيقول لها انا حاسس انهم عدوانيين شويه. فايلي بتقول له انا كان لازم احذرك من الناس اللي هنا، انا اتربيت وعشت في المدينه دي وعارفاها كويس. الناس هنا لو عاوزين حاجه معينه بيعملوها بالاجرام، والشرطه نادرا اما بتظهر، فانا بحذرك لو عملت مشكله لحد فلازم تخلي بالك من نفسك. وهما الاتنين بيقعدوا يتكلموا وبيهزروا وبينجذبوا لبعض. وبالليل دالتون كان بيتمشى ومروح، وفجاه في شاحنه بتنطلق ناحيته بسرعه علشان تدوسه، بس دالتون بياخد باله على اخر لحظه والشاحنه بترجع له تاني وبتخبطه، ودالتون بينط في شنطه الشاحنه والشاحنه بتخبط في الجسر وبتبقى على وشك انها تقع. وبيطلع ان اللي سايق الشاحنه كان ديل، وبيهرب منها هو وصاحبته، وبيسيب دالتون والشاحنه يقعوا في الميه. بس لحسن حظ دالتون بيقدر يعيش وبيروح للقارب، بس بيلاقي ديل موجود ورافع عليه السلاح. وديل بيقول له بما انك ممتش فانا هقتلك بالسلاح علشان اضمن انك ميت. ودالتون بكل هدوء بيقول له انا هسالك سؤال، انت ليه بتعمل كل ده معايا؟ ومره واحده دالتون بيشوط الترابيزه عليه وبيهاجمه وبيمسكه وبيرميه من القارب،
ودالتون بيرمي السلاح بتاعه في الميه، وديل بيقول له ده تصرف غبي منك علشان انا هطلع لك دلوقتي وهقتلك. لكن فجأة بيظهر التمساح اللي فرانكي قالت عليه، ودالتون حاول ينقذ ديل لكن التمساح كان اكل ديل وخلص عليه. وتاني يوم الصبح بتيجي الشرطة وبتدور على جثة ديل بس مش بيلاقوا اي اثر للجثة. وفي شخص غريب بيتكلم مع دالتون عن ديل وبيعرفه ان ديل عضو في عصابة مخدرات. ودالتون بعد ما سمع الكلام ده بيروح لتشارلي وبيخليها تساعده وتعرف له فين الاماكن اللي القوارب بتنطلق منها من المدينة. ودالتون كان بيحاول يعرف صفقات المخدرات بتتسلم منين، وهو خارج من عندها بيوقفوا شخص من رجالة برانت وبيقول له تعالى معايا علشان الزعيم بتاعي عاوزك. بس دالتون مش بيرضى يجي معاه، فالراجل بيوري لدالتون انه معاه مسدس وبيهدده بيه. فدالتون بيقرب منه بيكلمه بكل هدوء وبيقول له المسدس ده مش هيخوفني، انا لو كسرت صوابعك مش هتعرف تمسكه. والراجل كان بيطلع مسدسه بس دالتون مسكه وكسر صوابعه. وبيقرب من دالتون واحد تاني من العصابة بس بيتراجع ومش بيرضى يشتبك مع دالتون. ودالتون بيقول لهم قولوا للزعيم بتاعكم لو عاوزني يجي لي الحانة اللي انا شغال فيها. ودالتون بعدها بيروح يقابل فرانكي وبيسألها ليه ديل ورجالته كانوا بييجوا يكسروا في الحانة بتاعتك. وفرانكي بتقول له مش عارفة السبب، بس هما مجرد عصابة وده اللي العصابات بيعملوه. والشخص اللي دالتون كسر صوابعه وبيروح يحكي لبرانت على اللي حصل، وبرانت بيتعصب لانه عاوز يمشي فرانكي وياخد منها الحانة وعاوز يفتح منتجع كبير. بس المشكلة ان فرانكي مش عاوزة تسيب الحانة بأي شكل. وبعدها ابو برانت اللي اسمه جيرالد بيتصل بيه، وهو برانت بيخاف وبيقلق لانه المفروض واخد اوامر من والده انه يتخلص من الحانة بتاعت فرانكي في اسرع وقت. وبسبب ان برانت مش عارف يتصرف فجيرالد بيروح يتصل بمقاتل قوي اسمه نوكس وبيطلب منه المساعدة. وعلى الناحية التانية إيلي بتيجي لدالتون بالقارب بتاعها وبتخليه يركب معاها وبيوصلوا لشاطئ بعيد مفيهوش حد وبيقعدوا هما الاتنين سوا وبيشربوا حاجة. وإيلي بتسأله عن الشخص اللي أكله التمساح، فهو بيحكي لها عن سبب خناقتهم وبيقول لها إن ديل ده شغال عند زعيم عصابة اسمه برانت. وإيلي بتبقى عارفة برانت وسمع عنه وبتقول له عيلة برانت بنوا تقريبا نص مدينة جلاسكي. ودالتون بعدها بيقوم وبيقول لها احنا لازم نمشي. فإيلي بتستغرب وبتقول له ايه اللي حصل. ودالتون بيقول لها انت واحدة كويسة جدا والمفروض تستاهلي حد احسن مني. بس إيلي بترفض كلامه وبتعترف له انها معجبة بيه. بينما نوكس بيبوظ مدينة جلاسكي وبيخش على رجالة برانت وبياكل اكلهم، ورجالة برانت مش بيكونوا عارفين مين نوكس ده اصلا، ونوكس بيخش فيهم كلهم شمال. وبعدها بيوصل برانت وبيقابل نوكس بعد ما ضرب رجالته وبيسأله انت مين. فنوكس بيقول له ابوك اللي بعتني وقال لي ابعت لك الرسالة دي، وهو عرفني انك مش عارف تسيطر في المدينة وفي حد واقف في طريقك، فابوك بعتني هنا علشان اتصرف. بس برانت بيقول له انا مش عاوز مساعدة من حد وروح قول لابويا انا ورجالتي هنتصرف. بس نوكس مش بيحتمل كلامه وبيقول له فين الراجل اللي عامل لك مشاكل. فبرانت بيقول له ما ينفعش نروح نقتله قدام الناس، لازم لما نقتله تكون بطريقة عقلانية. ونوكس بيضحك وبيقول له ما تقلقش، ما دام انا وكلت بالمهمة يبقى المهمة هتخلص وهي مسألة وقت والراجل ده هيكون ميت. وبرانت بيقول له انا هحاول مرة كمان اتخلص منه بطريقتي، ولو فشلت فخش انت وتصرف. ودالتون وإيلي كانوا لسه راجعين للمدينة من تاني، وبيجي 2 ضباط لدالتون وبيطلبوا منه يجي معاهم عشان رئيس ضباط المدينة عاوز يكلمه. ودالتون بيجي معاهم وإيلي بتبقى شافت ده. ورئيس الضباط اللي اسمه ديك بيقابل دالتون وبيقول له انا هعتبرك صديقي وهديك نصيحة وانك تاخد بعضك وتمشي من المدينة. فدالتون قال له انا مش هاخد منك نصايح علشان احنا مش اصدقاء. فديك بيقول له طيب انا ممكن استخدم اساليب الخاصة وممكن ارميك في السجن لاي سبب. ودالتون بيستهزأ بكلامه وبيستفزه. فديك بعدها بيأمر الضباط يخرجوا دالتون من العربية ويضربوه، وفعلا بيسمعوا كلامه وبينزلوا في ضرب. وديك بيرفع سلاحه عليه وكان هيقتله، بس ساعتها بتوصل إيلي فديك بيتراجع عن اللي بيعمله، وإيلي بكل جراءة بتضربه بالقلم وديك مش بيعمل لها حاجة. وإيلي بتاخد دالتون وبتمشي، وبيطلع ان ديك ده اصلا يبقى ابو إيلي. وإيلي بتقول لدالتون انها مش بتحبه اطلاقا لدرجة انها غيرت اسمها، وبتقول له برانت اللي انت كلمتني عنه ابوه اسمه جيرالد وده زعيم عصابة كبير وابويا للاسف شغال معاه، وجيرالد ليه استثمارات كتيرة هنا في المدينة وبيتاجر في المخدرات، وشكل ابويا شغال عند ابنه كمان، وممكن برانت هو اللي امر ابويا انه يقتلك، فانت لازم تمشي من المدينة لمصلحتك. ودالتون ما كانش عارف يعمل ايه. وبعدها بنشوف 2 من رجالة برانت وكانوا رايحين ناحية محل الكتب بتاع تشارلي ومعاهم جيركن بنزين، وكان باين انهم هيولعوا في المحل علشان يضايقوا دالتون. وتشارلي بنشوفها بكل شجاعة بتمسك المضرب علشان تدافع عن المحل. وبالليل ودالتون في الحانة
بنشوف برانت بيجي لنفسه لدالتون وبيقعد معاه وبيقول له بما انك مش بتمشي بالتهديد ولا حتى راضي تموت، فانا عاوز اعرف شخص غريب زيك بيعمل ايه هنا. ودالتون بيبقى بارد ومش بيرد عليه. فبرانت بيوري له فيديو قديم لدالتون وهو في مباراة ملاكمة وكانت ضد واحد صاحبه، وفي المباراة دي كان صاحب دالتون استسلم خلاص، بس دالتون فضل يضرب فيه لحد ما موته، ومن ساعتها دالتون مكتئب وهادي بالشكل ده. وبرانت بيفضل يستفز في دالتون وبيفكره انه قتل صاحبه، بس دالتون بيفضل هادي ومش بيديله اهتمام. فبرانت بياخد بعضه وبيمشي وبيطلع لنوكس وبيديله الضوء الاخضر وبيقول له روح خلص على دالتون. وفعلا نوكس بيخش الحانه وكان معاه عصايه وبيبدا يكسر في المكان وبيضايق الفرقه اللي بتغني، ولما بيلي بيتدخل نوكس بيضربه وبيمسك ريف وبيقلبه، وفي 3 بيمسكوا نوكس وريف بينزل في ضرب، بس نوكس بيقدر يخلص عليه وبيضرب ال3 اللي هم ماسكينه، والحانه بتتقلب فوضى حرفيا. ونوكس بيفضل ينادي على دالتون، ودالتون بيجيله وبيحاول يبقى هادي معاه كعادته، بس نوكس بيبقى فاهمه واداله بالدماغ وبدا يضربه، لكن دالتون سدد له كذا ضربه قويه في وشه، فراح نوكس ضربه بالرجل وشاله ورماه، بس دالتون مش بيتحزن بسهوله وكان ند ليه، وفضلوا يتبادلوا الضرب لحد ما واحد من رجاله برانت مسك دالتون وكتفه، ونوكس فضل يضرب في دالتون لحد ما في 2 من السكان دافعوا عن دالتون ومسكوا نوكس، ودالتون اتخلص من الراجل اللي مكتفه ورجع يكمل قتاله مع نوكس، بس نوكس مسكه وقطعه ضرب ورماه بره الحانه، ودالتون تقبل الهزيمه وكان واخد بعضه وماشي. وايلي بتبقى وصلت وبتحاول تساعده بس هو مش بيرد عليها وبيمشي وبيرجع للمركب وبيمسح الدم اللي عليه وبيجهز شنطته وكان ماشي، بس فرانكي بتجيله وبتحاول تقنعه يفضل موجود وبتصارحه بالحقيقه وان برانت بيحاول ياخد منها الحانه، بس فرانكي مش راضيه وبتعرفه ان برانت خد كل الاراضي والمحلات في المنطقه ما عدا الحاله بتاعتها وعاوز يهد كل ده علشان يبني منتجع على الاغنياء، وبتتاسف لدالتون وبتقول له انا كان المفروض اقول لك ان اللي بيضايقني هي عصابه خطيره، ودالتون مش بيهتم لكلامها وكان ماشي. وفرانكي بتقول له معقوله انت خايف منهم؟ فدالتون قال لها انا خايف وبيسيبها وبيمشي، وبيوصل عند موقف الاتوبيسات بس بيشوف محل الكتب بتاع تشارلي بعد ما اتحرق وبعد ما المطافي طفته، فبيقلق وبيسال عليهم وبيعرف ان تشارلي وابوها انتقلوا للمستشفى، ودالتون بيقعد يفكر يفضل موجود وينتقم لعصابه برانت ولا يمشي، وبيقرر في الاخر يروح لعصابه برانت وبيلاقي الشخص اللي ولع في محل تشارلي اللي اسمه فينيس، ودالتون بيقول له انا كنت ماشي خلاص بس بعد اللي عملته للبنت الصغيره انا قررت اقعد، وبيقرب من فينيس وفينيس بيجهز سكينه يقتله بيها وبيهاجموا بيها، بس دالتون اتفاداه وضربه في رقبته وفينيس مش بيقدر يتنفس بسبب الضربه دي وبيموت. ودالتون بيقول فرانكي لما سالتني انت خايف قلت لها ايوه انا خايف، والحقيقه انا خايف من اللي هيحصل لما حد يعصبني. ودالتون بعدها بيخرج وبيشوف مو اللي كسر دراعه قبل كده، ودالتون لما بيساله فين برانت مو بيخاف منه بيقول له مش عارف بس انا عارف حاجه تانية وانه هيهرب مخدرات الساعه 5 الصبح على الشاطئ. ودالتون بعد ما خد منه المعلومات دي بيروح ينام شويه وبيحلم بماتش الملاكمه اللي قتل فيه صاحبه، وبيطلع ان ده نفس الماتش اللي كان بيحلم بيه في المرتين اللي فاتوا، ودي كانت ذكرى سيئه ومش عارف يتخلص منها. وبيصحى الساعه 5 وبيتسلل للشاطئ وبيشوف صفقه المخدرات وهي بتتهرب، وكان في ضابط هو اللي بيبعت الفلوس لتجار المخدرات بالقارب، بس دالتون ظهر من وراه وضربه على دماغه وافقده الوعي وشاف شنطه الفلوس وخدها معاه، وبيرجع بعدها المركب وبيجهز متفجرات، بس ديك بيخش عليه وبيقول له انا مش جاي اقبض عليك بس برانت خطف ايلي بسبب انك سرقت فلوسه وقال لي انه هيقتلها بكره لو انت ما رجعتش الفلوس، وانا بطلب منك تساعدني علشان نرجع بنتي. ودالتون بيوافق يساعده وبيقول له انا هطلع الفلوس من المكان اللي انا مخبيها فيه وهاجي اقابلك انت وبرانت. وبعد شويه دالتون بيركب القارب بتاع ايلي وبيروح يقابل برانت وديك، وبرانت بيقول لدالتون فين فلوسي، ودالتون بيقعد يستهبل عليهم وبيقول لهم انا مش شايف ايلي ومش مقتنع انها اتخطفت اصلا، وده مش منظر واحد بنته لسه مخطوفه. فديك بيقول له انت فعلا صدقت ان برانت هيخطف بنتي؟ احنا شركاء يا غبي. فبرانت بيقول له بصراحه انا خطفتها فعلا علشان كان لازم اضمن انك مش هتخوني، وديك بيتعصب عليه. فبرانت بيقول له لما اخد فلوسي هرجع لك بنتك، ودالتون بيتريق عليهم وبيقول لهم طب اسيبكم بقى تخلصوا خناقتكم دي، وبرانت بيوقفه وبيقول له انت عملت لي مشاكل ياما. وبينما هما بيتكلموا نوكس كان جاي عليهم بالقارب، وبرانت اصلا ما كانش بيطيقه وبيقول لرجالته بلاش المعتوه ده يخش اليخت بتاعي. وبعدها دالتون بيطلع مفتاح من جيبه وبيفعل المتفجرات اللي حطها معاه في القارب بتاعه، وبيحصل انفجار كبير، وبيروح دالتون يدور على ايلي وبيضرب رجاله برانت اللي بيقفوا قصاده وبيقعد يدور عليها لحد ما بيلاقيها، وبيطلعوا هما الاتنين على سطح الميه، ودالتون بيشتبك مع رجاله برانت، وبرانت بيخطف ايلي تاني وبياخدها على قارب وبيهرب، ونوكس بيبقى بيلف بالقارب وبيحاول يقتل دالتون، بس دالتون بيقدر يمسك في القارب بتاعه وبيطلع عليه، ونوكس
كان هيهجم عليه بس دالتون بيقدر يوقعه في المية، لكن نوكس بيبقى ماسك في الحبل بتاع القارب، ودالتون بيطارد برانت، وبرانت بيشوفه وبيلف بالمركب بتاعه ناحيته، والاتنين بيصطدموا ببعض، ودالتون بيطير في الهواء وبيقع في المركب بتاع برانت، وايلي حاولت تضرب برانت وبرانت كان هيضربها بس دالتون بيمنعه وبيضربه، والمركب كانت ماشية بسرعة عالية ناحية الشاطئ، فدالتون وايلي بينطوا بسرعة من المركب، والمركب فعلا بتخبط في كافيه على الشاطئ وبرانت بيطير في الهواء، بينما نوكس بيطلع على الطريق وبيثبت واحد وبياخد عربيته. وعلى الناحية التانية دالتون بيروح لبرانت في الحانة وبيضربه بكل غل، وبرانت ما كانش مصدق انه مشروعه باظ بسبب حتة راجل كان جاي كحارس للحانة، ومفيش ثواني ونوكس بيقتحم المكان بالعربية، وهو ودالتون بيبدأوا مواجهتهم الأخيرة. وفي البداية نوكس كان مسيطر على القتال ونازل ضرب في دالتون بكل قوته، بس دالتون مش بيستسلم بسهولة وبيبدأ يسدد لنوكس ضربات قوية، بس نوكس بيرجع تاني يسيطر على القتال ده وبيقلبه على الأرض، واداله ضربة برجله وطيره وبيرميه على الآلات الموسيقية وبيكمل ضرب فيه، والقتال ما بينهم كان قوي جدا، وهدوء دالتون هو اللي بيخليه يرجع يسيطر تاني على القتال، وبيستنى اللحظة المناسبة وبيبدأ يضرب نوكس وبيشيله وبينزل بيه على الأرض، وبعدها بيمسكه وبيخنقه من رقبته، ونوكس بيحاول يتخلص من مسكته وفعلا بيقدر يفلت منه، ومسك رمح صغير وطعنه بيه في مكان جرحه القديم، ودالتون بيفضل يتألم على الأرض وكان خلاص اتهزم، وبرانت بيفوق وبيقول لنوكس يلا اقتله وخلص عليه، بس نوكس بيمسك برانت وبيكسر رقبته علشان اتخانق منه، وكان رايح يقتل دالتون بس دالتون بيوقفه على آخر لحظة وبيسحب الرمح اللي في بطنه وبيطعن بيه نوكس في رجله، وبياخد الرمح من ايده وبيطعنه في رقبته، وبيسحب الرمحين وبيفضل يطعنه بيهم في كل حتة في جسمه لحد ما نوكس بيموت نهائيا. وايلي بتوصل وبتشوف دالتون وهو مصاب، وديكي بيجي وبيطلع انه عايش وبيقول لدالتون انت لازم تمشي من هنا، البلد دي مش شبهك في اي حاجة، ودالتون فعلا بيمشي، وبتيجي فرانكي بعدين وبتعاين الاضرار في الحانة، ودالتون بيروح يستنى الاتوبيس علشان يمشي، وتشارلي بتظهر وبتحاول تقنعه يفضل موجود، بس دالتون بيقول لها الاحسن ليا ان انا امشي، وبنشوف ان شنطة الفلوس اللي دالتون خدها من الضابط راح سابها في محل تشارلي، وستيفن بيتفاجئ لما بيشوف الفلوس دي وبيفهم ان دالتون هو اللي سابها. واخر مشهد بنشوفه في الفيلم ان نوكس طلع عايش وخرج من المستشفى، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة، وباي باي.